بداية قصتنا بتقول أنا مهاب، لا كنت كاتب ولا عمري هبقى كاتب، بس اللي هتسمعه مني النهاردة دي قصة حقيقية 100%، وكان لازم أقولها عشان تتسجل في تاريخي، وعمري حرفيا ما هنساها. حتى لو وقفوا أصواتهم اللي حواليا في كل مكان دي واللي دايما بسمعها، حتى لو الأصوات دي وقفت، أنا برضه عمري ما هنسى القصة دي. مهاب ساق عربيته على الطريق الصحراوي راجع من الجيزة للمنيا، وفجأة عربيته عطلت بالقرب من منطقة مهجورة. حاول يدورها تاني لكن مفيش أي فايدة، حتى مفيش سيجنال للموبايل، ومفيش ولا أي عربية معدية جنبه صاحبها يقدر يساعده. الوقت ضلمة جدا ومفيش أي منفذ منه إنه يتحرك بالعربية. وعلى بعد أمتار شاف بيت قديم مبني من الطوب الحراري، حواليه رملة كتير جدا كأنها بلع البيت أو نص البيت مبلوع فيها.